فيلم المتمردون هو أول فيلم مصري بيتكلم عن ثورة 25 يناير قبل حدوثها بمدة تزيد عن 40 سنة. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. فيلم اتعمل سنة 66 قبل النكسة بسنة، واتمنع من العرض لمدة سنتين لحد ما تم عمل فيه تعديلات كتير، واتعرض بعد كده سنة 68. لكن حتى بعد عرضه اتعرض لتعتيم كامل واتحبس في الأدراج، ورفضت الشركة المنتجة انها توزعه بسبب انه على حسب كلامها بيسيء لسمعة مصر. وفضل الفيلم ده بيتعرض لتعتيم متعمد لحد ما الناس نسيته تماما، وبالرغم من ان سواء المخرج او المؤلف ما لهمش انتاجات سينمائيه كتير، لكن فيلم النهارده يعتبر من افضل الافلام اللي انتجتها السينما المصريه. فمع مراجعه الفيلم صاحب المركز ال 78 في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، وهو فيلم المتمردون. الفيلم من بطوله شكري سرحان وتوفيق الدقن وحمدي احمد، ومن اخراج توفيق صالح. بتبدا الحكايه في مصحه لعلاج مرضى الضرن في وسط الصحراء، مصحه بيتم التفرقه فيها ما بين المرضى الفقراء والاغنياء. الفقراء لا يحصلون على الماء والدواء على عكس ما يحدث مع المرضى الاغنياء. ومع ظهور شخصيه الدكتور عزيز، فالدكتور عزيز بيكتشف مدى الطبقيه الموجوده في المصحه، ومع تعرضه هو شخصيا لتعنت المسؤولين اللي ادى لتاخير الدواء عليه، فبيحاول الدكتور عزيز انه يغير الاوضاع في المصحه، وبيوصل انه بيقود تمرد لسيطره على المصحه علشان يحقق مطالب المرضى، وفعلا بينجح في ده وبيطيح بمدير المصحه. لكن الدكتور عزيز بيواجه مشاكل كتير بعد ما تولى الاداره، مشاكل ممكن تطيح بيه وبتجربته. فيا ترى الدكتور عزيز هيقدر انه يحقق مطالب المرضى، ولا هيفشل وترجع السيطره في المصحه للاداره القديمه؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ فيلم المتمردون من الافلام النادره جدا واللي ممكن ناس كتير مننا ما يعرفهاش ولا سمع عنها قبل كده. فيلم تم منعه من العرض سنه 66، وبعد كده تم عرضه بعد نكسه 67، وبعد ما تعرض لمقص الرقيب وتعرض للتعديل والتغيير في مشاهد كتير، ووصل انه تم تغيير نهايته وتصويرها مره تانية علشان الرقابه توافق عليها، وده بسبب نقده القاسي جدا والفاضح لنظام عبد الناصر. المشكله مش في كده، المشكله ان الفيلم ده تحس انه تم دفنه بشكل متعمد طوال السنين اللي فاتت، ولما وقع تحت ايدي واتفرجت عليه استغربت ان ازاي فيلم بالقيمه دي محدش سمع عنه قبل كده، ولا سمع تقريبا قبل كده عن مؤلف الفيلم صلاح حافظ، ولا عن مخرج الفيلم توفيق صالح، واللي انتاجهم السينمائي تقريبا لا يتعدى اصابع اليد الواحده. وبالرغم من ان الفيلم تم وضعه في المركز ال 78 في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، لكن الفيلم تم تهميشه عن عمد، وتم وضعه في الادراج المغلقه على مدار السنين لحد ما تقريبا الناس نسيت اسمه ونسيت ان كان في فيلم بالاسم ده. ولما تتفرج على الفيلم هتعرف سبب دفن الفيلم ده والتعمد في عدم اظهاره، وده لان عبقريه الفيلم بتتلخص انه بيوصف حال مصر في كل الفترات الزمنيه اللي مرت بيها. الفيلم اتعمل في الاساس لنقد نظام عبد الناصر، لكن لو فكره الفيلم بتقتصر على نقد نظام عبد الناصر كان هيتعرض بعد انتهاء الحقبه دي زي افلام كتير انتقد عبد الناصر وطريقه حكمه وبقت افلام مشهوره وبتتوارثها الاجيال. فيلم المتمردون عبقريته بتتلخص في انه فيلم عابر الاجيال والازمنه، لانه فيلم انتقد الماضي والحاضر والمستقبل. طب انتقد الحاضر والماضي وممكن نفهمه ازاي فيلم المتمردون انتقد المستقبل؟ انا هقول لك ازاي. فيلم المتمردون هو اول فيلم مصري بيتكلم عن ثوره 25 يناير قبل حدوثها بمده تزيد عن 40 سنه. هو ما اتكلمش عنها وبس، ده قام بتقديم نقد قاسي جدا ليها هنتكلم عنه بعد كده. فهو فيلم عابر للازمنه وبينتقد كل الانظمه اللي مرت على تاريخ مصر. الفيلم ممكن تعمل له اسقاط على فتره حكم جمال عبد الناصر، وممكن برضه تعمل له اسقاط على فتره حكم السادات، وممكن تعمل له اسقاط على فتره حكم حسني مبارك. وده لان الفيلم مش بيتكلم عن شخص بعينه، ده بيتكلم عن طريقه الحكم العسكري في اي زمان واي مكان. الفيلم بيتكلم عن مجموعه من مرضى الضرن معزولين في مصحه في وسط الصحراء، في مكان اقرب في تكوينه لمعسكرات الاعتقال منه لمصحه لعلاج المرضى. في تشبيه واضح وصريح لموقع مصر المحاط بالصحراء والمعزول تماما عن المحيطين بيها. مصر المريضه المعزوله في مكان اشبه بالمعتقلات. مجتمع المصحه اللي رسمه صلاح حافظ وصوره توفيق صالح هو مجتمع طبقي بشكل فج، لان بالرغم من ان سبب تكون المجتمع ده هو المرض، لكنه بيتم التفريق ما بين المرضى الفقراء والمرضى الاغنياء المقتدرين. المرضى الفقراء عايشين في عنابر قذره من الصفيح وغير صالحه للمعيشه، مفيش عندهم ميه وبطبيعه الحال نصيبهم من الغذاء والدواء ضعيف جدا. لكن المرضى الاغنياء عايشين في عنابر نظيفه وعلى مستوى عالي من الرفاهيه وبيحصلوا على الميه بسهوله جدا، في حين ان المرضى الفقراء بيتغلبوا على العطش بحجر بيحطوه تحت لسانهم. والمخرج والمؤلف حصروا الرمزيات اللي بيظهروا بيها الطبقيه والظلم اللي موجودين في المجتمع في رمزيات الماء والدواء، لان من المفترض ان الماء والعلاج هو حق طبيعي واصيل لاي مواطن، سواء كان المواطن ده فقير او غني، او سواء كان المواطن ده قادر على دفع ثمن الخدمه المقدمه ليه ولا لا. واي اجراء غير كده بيعتبر جريمه في حق الوطن. طب هل المتسبب في اللي بيحصل للفقراء او مرضى المجان هم الاغنياء او المرضى القادرين
على دفع ثمن علاجهم؟ هل الاغنياء هم السبب فيما وصل للمجتمع من ظلم وطبقيه واهدار لحقوق الفقراء؟ اي فيلم عادي كان ممكن يتناول الفرضيه دي، لكن فيلم المتمردون هو فيلم غير عادي. فيلم المتمردون فيلم عبقري. اي مؤلف او سيناريست كان ممكن يتناول الفكره دي بشكل عادي، وكان ممكن يقتصر المرضى في المصحه على الفقراء وبس. ومع بعض المشاهد اللي بتعرض الظلم اللي بيقع على الفقراء كانت الفكره هتوصل، وكان الصراع هيبقى صراع طبقي. لكن ده مش وجهه نظر المخرج والمؤلف اللي عاوزين يوصلوها للمشاهد. وجهه نظرهم بتقول ان الصراع في مصر في فتره جمال عبد الناصر مش صراع طبقي، بل هو صراع بعيد تماما عن فكره الطبقيه زي ما هنشوف في المشاهد دي. فهمني يا رجب، ليه مفيش ميه في المكان؟ في معسكر جيش قبلنا بيشطب على الميه قبل ما توصل لهنا، عشان كده الميه بتوصلناش بالنهار، لكن بتوصل بالليل بعد ما يناموا اللي هناك. وده كلام؟ احنا الميه عندنا في الدرجات موجوده ليل نهار. عشان عندكم سهاريج بتملى طول الليل وبتخزن بالنهار. شوف بنفسك. المشاهد اللي شفناها الدكتور عزيز بيحاول يفهم هو ليه في ميه في عنابر المقتدرين وما فيش ميه في عنابر المجان. فبيعرف ان الميه اللي بتوصل اساسا المصحه قليله وبتبقى مقطوعه طول اليوم وبتيجي كام ساعه بالليل، وبيضطروا انهم يخزنوها في خزانات. فالميه اللي بتوصل غير كافيه اساسا للمرضى كلهم، وده بسبب ان خط الميه بيعدي الاول على معسكر الجيش اللي بيستنفذ معظم الميه اللي بتيجي. في اشاره واضحه وصريحه لخيرات مصر اللي بيتم سلبها من قبل النظام العسكري لحكم عبد الناصر، والخيرات اللي بيتم حلبها لصالح النظام. وبعد ما النظام العسكري الناصري بيحصل على كل خيرات مصر، فبيترك الفتات للمصريين سواء كانوا اغنياء او فقراء. فلما انت كمخرج بتجمع الاغنياء والفقراء في مكان واحد وتخليهم يتعرضوا للمعاناه بشكل متفاوت، فانت بكده نقلت الصراع من صراع طبقي الى صراع ما بين المدنيين واللي مثلهم المؤلف والمخرج بكل طبقاتهم وفئاتهم، وبين العسكريين اللي بيتحكموا في كل شيء وبيمتصوا خيرات المصريين وبيتركوا لهم الفتات يتسرعوا عليه. طب هل ده مقصود من نظام حكم عبد الناصر؟ هل مقصود انه يخلق مجتمع طبقي بيحصل فيه الغني على بعض حقوقه في حين ان غير القادر لا يحصل حتى على ابسط حقوقه؟ طبعا اللي بيحصل ده مقصود، وده لسببين. اولهم النظام يوليو العسكري بيمتص في جيوب الاغنياء مقابل الخدمات اللي بيقدمها ليهم، والسبب الثاني انك لما تخلق مجتمع طبقي فالفقراء ينظروا للاغنياء على انهم اعدائهم اللي بيقوموا بسلب حقوقهم، فيتحول الصراع الى صراع طبقي ويتم تصارع ما بين الفقراء والاغنياء على الفتات. مع العلم ان الحنفيه اساسا مش في ايد الغني ولا في ايد الفقير، الحنفيه اساسا في ايد العسكري. وده ياخدنا لنقطه جدليه مهمه جدا، لكن قبل ما ندخل في جدال تعالوا نشوف المشهد ده. المرضى اصبحوا في حاله من الفوضى لا يمكن السكوت عنها، فقدوا احترامهم للنظام. نغيره. بتقول ايه يا دكتور سعيد؟ بقول نشوف مصلحة المرضى فين ونحققها، حتى لو غيرنا النظام كله. ده تحريض على الفوضى. في نظام موجود يا دكتور سعيد لازم نمشي عليه كلنا، واللي مش عاجبه نظام المصحه يتفضل يمشي. مين اللي يمشي؟ انت بتتكلم عن مين حضرتك؟ في المشهد ده تكرر كلمه النظام اكثر من مره، وتكرر اكثر من مره فكره ضروره الالتزام بالنظام. لكن ايه هو النظام المقصود في المشهد؟ هل من الممكن اننا نفترض ان النظام ده هو القانون مثلا؟ من المفترض ان القانون هدفه في الاساس العدل، وان الفقير ياخد حقه والغني المقتدر ياخد حقه برضه، وان مفيش مواطن يتعدى على حقوق مواطن تاني، وان اي مواطن يتعدى على النظام ده لابد من معاقبته، لانه بتصرفه ده بيؤدي الى حدوث خلل في المجتمع قد يؤدي الى انهياره. لكن مش هو ده المقصود من كلمه النظام في المشهد. كلمه النظام اللي تم ذكرها هو نظام يوليو البيروقراطي العسكري الظالم اللي بيتيح لمجموعه معينه من الافراد من التحكم في مقدرات الوطن والمواطن واستنفاذ خيرات الوطن لصالح فئه قليله جدا من الناس. هو ده النظام اللي تم ذكره في المشهد اكثر من مره، واللي طالب رشوان بيه الحفاظ عليه كتير جدا. النظام اللي بيحافظ على مكتسبات فئه قليله جدا بتتحصل على معظم خيرات الوطن في مقابل حصول اغلبيه الشعب على الفتات. وده ياخدنا لنقطه جدليه طرحها المشهد، وهي لما يحصل تعارض ما بين نظام عسكري ظالم لفئه كبيره من الشعب، هل يتم تغيير النظام بالكامل وليس فرد منه؟ لان دي نقطه مهمه جدا، لان الافراد ممكن تتغير لكن النظام هيفضل قائم برضه. ولا نقوم بتغيير الشعب المتضرر من ظلم الواقع عليه، ولا الشعب يرضى بالظلم ويسكت؟ فاحنا عندنا دلوقتي 3 اختيارات: يتغير الشعب، يتغير النظام، يا الشعب يرضى بالظلم ويسكت. فالفيلم اختار المخرج الخيار الثاني، وهو خيار الثوره على نظام يوليو العسكري. وده ياخدنا لجمله كنا بنسمعها كتير من حوالي اكتر من 10 سنين ولم نكن نعي لمعناها بشكل كامل، وهي جمله الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب فعلا اسقط النظام في الفيلم، وقدر المرضى انهم يتحكموا في المصحه وتبقى تحت سيطرتهم، واطاحوا بديكتاتور واللي متمثل في شخصيه رشوان بيه. وهنا بقى لازم نقف ونشوف تفسير اللي حصل في الفيلم ده. لو قلنا قبل كده ان الفيلم اساسا اتعمل لنقد النظام العسكري الناصري واللي عمله في مصر من افقار للشعب واذلاله ومنعه من الحصول على ابسط متطلبات الحياه، لكن نقطه الثوره على النظام العسكري الظالم وتحكم الثوار في المكان، فالكلام ده ما حصلش ايام عبد الناصر ولا حتى كان متوقع انه يحصل. الكلام ده حصل بكل تفاصيله
بعد الفيلم باكتر من 40 سنه. في تشابه مخيف جدا ما بين احداث الفيلم والاحداث اللي تلت ثوره يناير. تشابه غريب يخليك انت كمشاهد مش عارف هو الفيلم ده اتعمل سنه 66 ولا اتعمل بعد 2011، ومش هيحس باللي بتكلم فيه ده غير اللي عاش الفتره دي. وقبل ما نتكلم عن النقطه دي لازم حضراتكم تعرفوا اني من المؤمنين بثوره يناير، وبعتبرها من اطهر الحاجات اللي حصلت في تاريخ مصر، وكنت من المتعصبين جدا ليها ايامها. لذا يا اصدقائي واحبائي من المؤمنين بيناير، اتمنى انكم تتقبلوا من النقد وتتقبلوا النقد اللي قدمه المخرج والمؤلف من اكتر من 40 سنه لثوره يناير من خلال فيلم المتمردون. وجهه النظر اللي طرحها الفيلم وبتفق معاها بشكل كبير هي ان الاوطان لا تدار بنوايا طيبه، وان مجموعه المتمردون في الفيلم او الثوار في يناير هم مجموعه من الناس اصحاب النوايا الطيبه والسذج الغير قادرين على اداره الاوطان ولا العمل السياسي المنظم. في الفيلم الدكتور عزيز ومجموعه المتمردين كانوا بيطالبوا تغيير النظام، ولما نجحوا في تغييره اصبحوا هم المتحكمين في المصحه. وصلوا لنقطه مهمه جدا اللي هي وبعدين احنا دلوقتي غيرنا النظام، طب هنعمل ايه بعد كده؟ خلاص ادي احنا بقينا الاداره. طيب وبعد كده يا دكتور؟ في يناير الشعب كان بيطالب باسقاط نظام مبارك، ولكن اللي كان بيطالب باسقاط النظام ما فكرش يعمل ايه بعد ما النظام ما يسقط، ووقف النقطه اللي وقف فيها الدكتور عزيز اللي هي هنعمل ايه بعد ما اسقطنا النظام. من السذاجه انك تطالب بتغيير النظام وانت مش عارف انت هتعمل ايه بعد ما تسقطه، ولا حتى دارس الخطوات اللي هتعملها بعد كده، ولا عارف ازاي هتوفر نظام بديل للنظام اللي ظننت انك اسقطته. في الفيلم بعد كده ابتدى في صراع على سلطه لم يتمكن الثوار في يناير او المتمردون في الفيلم على الحصول عليها اساسا، وانشغلوا بالصراع ما بينهم على مين فيهم يتصدر المشهد، وده ادى ان النظام اللي لم يسقط يتلاعب بيهم. بعد كده انشغل الثوار في يناير او المتمردين في الفيلم بمحاوله الحفاظ على مكتسباتهم، وانشغلوا بالصراع مع النظام القديم، وتناسوا في الاساس الهدف اللي تمردوا او ثاروا علشانه، وهو العيش والحريه والعداله الاجتماعيه في يناير او الحق في الدواء او الماء في الفيلم. وده ادى الى انهم اصبحوا غير قادرين على توفير الاحتياجات الاساسيه للشعب، وده ادى انهم يفقدوا الظهير والتأييد الشعبي واصبحوا منفصلين ومنعزلين عن الناس اللي ثاروا وتمردوا علشانهم، زي ما نشوف في المشاهد دي. واخواتها يا دكتور هفضلوا سايبيننا كده لحد امتى؟ لما يمنعوا عنا الاكل والشرب الدكتور عزيز هينفعنا. لما الواحد كان بيتعب زمان كان الدكتور بيخاف ويديه دواء ويريحه. النهارده لما نبقى احنا ساد نفسنا الراجل ده يقول لي مفيش دواء ليه؟ معلش يا دكتور عزيز. فشلهم في توفير احتياجات الناس الاساسيه، وعدم استيعابهم ان الشعب في يناير او المرضى في المصحه لا يعنيهم غير توفير احتياجاتهم، وانهم غير مهتمين تماما بصراعاتهم مع النظام القديم، وان فشلك ده غير مبرر بالنسبه ليهم، وفشلهم وصراعاتهم خلاهم يتحولوا لنسخه من النظام القديم، زي ما عمل الدكتور عزيز لما حاول انه يخبي المرضى الفقراء في زياره اخلاص هانم، ولما عاقب واحد من المرضى بطريقه قاسيه مشابهه لطرق النظام القديم. عاجبك كده؟ صناديق وابائه بهدوم زي الزفت، دي مزبله مش مصحه. الناس اللي لابسه خرق دول كان لزومهم ايه في العنبر؟ ما قدرتوش تبعدوهم شويه في الجبل؟ ظبطنا الواد ده بيشرب ميه يا فندم. اضربوا 20 عصايه على رجليه. حاضر يا فندم. وكل ده في محاوله منه لتطبيق نظام فاشل لم يقدر على السيطره الحقيقيه على الحكم او على حتى توفير الاحتياجات الاساسيه للناس، وعزل نفسه بسور في الفيلم وسور معنوي في الحقيقه. السور ده فصله عن الواقع وعن المحيطين بيه في ظن ان السور ده هو اللي بيحميه. الخلاصه ان الاوطان لا تدار بالنوايا الطيبه، وان المتمردين بقياده الدكتور عزيز فشلوا في اداره المصحه، وثوار يناير فشلوا ايضا في اداره مصر، وانهم كانوا من سذاجه بانهم يظنوا ان بيتحطوا براس النظام فده معناه انهم اسقطوا النظام بالكامل، نظام متغلغل في اوصال الوطن من عشرات السنين. الفكره الاهم ان مفيش نظام هيتغير بالتمرد والثوره فقط، والنظام عمره ما هيتغير طول ما انت غير قادر على توفير نظام بديل للنظام اللي عاوز تغيره، وان النوايا الطيبه غير قادره على تغيير اي نظام. وبس كده، سلام.